السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك أرجو من حضراتكم فضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة إذا ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل منشور أو كل فيديو ننشره أول بأول، وكون أول من يعرف يعني. وحرك لايك للفيديو ده، وده مش عارف أقول لحضراتكم من فضلا وليس أمرا. حضرتك هو ده الجزاء الوحيد اللي عايزينه منك. انا مش طالب من حضرتك تدعمني بتشكرات ولا تدعمني بحاجه، هو دعم حضرتك ليا باللايك. وقبل ما ابدا حضرتك في نفس الوقت بعد ساعتين من يعني في لينك القناه الثانيه اللي بالعربي، يعني دي اسمها الاهلي وطن سبورت بالانجليزي، السبيلنج بالانجليزي. الثانيه اسمها الاهلي وطن سبورت الكلام بالعربي، السبيلنج بتاعها بالعربي. القناه التانيه دي البديله بتاعتنا، احنا بقى فيه هجوم رهيب جدا علينا. فحضرتك انا منزل هنا فيديو ومنزل هناك، منزل في القناه البديله فيديو. فيا ريت حضرتك تشرفنا بالاشتراك في القناه التانيه تجنبا لاي ظروف، تجنبا لاي ظروف. ففي على القناه ديت الفيديو اللي انت حضرتك بتتفرج عليه فيه دلوقتي، وفي على القناه الثانيه البديله فيديو جديد هيعجب حضراتكم باذن الله. على بركه الله نبدا الفيديو. انا خلوني اسال سؤال شاركوني فيه كلكم. هل احنا عندنا مسؤولين في مصر؟ هل احنا عندنا وزير شباب ورياضه فير؟ هل احنا عندنا المجلس الاعلى للاعلام الاستاذ كرم جبر اللي كان ماسك رئيس تحرير جريده الزمالك راجل فير؟ السيد وزير الوزراء الزملكاوي هل هو شايف الموقف ازاي؟ هل احنا دلوقتي عندنا مسؤولين يهمهم النشء المصري الجديد اللي بيتربى من جديد؟ ولا احنا تركنا الحبل على الغارب لان تخش كل المبوقات منازلنا من على طريق قناه؟ وعشان اثبت لكم كلامي نتفرج على الفيديو الاولاني. الكابتن خالد الغندور عشان تعرفوا ان هو ما بيتكلمش في قناه الزمالك ولا بيقدر يخرج عن النص اللي بيجي له على الواتساب. يعني ايه؟ يعني في مش الاعداد، في حد قاعد في بيته بالواتساب قول كذا واعمل كذا وقول كذا. اسمعوا الفيديو ده وانتوا تعرفوا. على قناه الاهلي، على قناه الزمالك، على قناه الزمالك الاهلي بيغلب بضربات الجزاء التي تحتسب في الوقت البدل الضايع، واذا كانش تحتسب في الوقت البدل الضايع ضربات جزاء ليست من حق النادي الاهلي. شوفوا الكلام بتاعه، يلا نسمع مع بعض. والله يا كابتن سيف، انا شايف ان كان في اخطاء كتيره على الفرقتين. يعني انا شايف ان علي جبر كان يستحق انذار تاني وطرد. مروان عطيه كان يستحق انذار في لعبه عنيفه شويه لكن لا ترتقي للطرد. محمد شريف، كره محمد شريف اللي هو فيها وعليها. يعني كهربا لبس احمد سامي ضربه جزاء. لو انت بتشوف في الوهله الاولى كده تحس ان الكوره ما فيهاش حاجه، لكن في النهايه هو سبقه وحط جسمه قدامه، حاول يشوط، شاط الرجل وبعد كده وقع. تتحسب من وجهه نظري بتاعت حسين الشحات مع علي جبر ضربه جزاء. كان من المفترض طرد علي جبر انذار تاني. كان من المفترض في الخناقه دي طرد محمد الشناوي وطرد علي معلول، بسبب ان هم الشناوي لسه تعرف ان هو الشناوي عنده عقوبه 3 ماتشات لانه ضرب احمد حكم تقريبا بدون كوره. المفروض الشناوي يتعلم، يعني المفروض ان هو لسه
العقوبه هينفذها في الدوري. فطلع بطريقه صعبه جدا كبيرة. رغم ان الشيبي يعني كان من المفترض ان الكره بتطلع واللعيب مصاب وكل حاجه، ما كانش ليه حق فيها برضه، ما كانش ليه حق فيها. بس بيني وبينك برضه الاثنين ما كانش ليهم حق. لا يعني بيني وبينك برضه اما الكره ما طلعتش عبد المنعم قام وابتدى عايز يدافع، وبعد كده الكره طلعت تاني نام. تدي البال. الفيديو ده بقى للأستاذ خيري رمضان، أجرأ إعلامي على قناة مصرية بيهاجم القناة التي أنشئت خصيصا لمهاجمة النادي الأهلي محتواها الرئيسي هو النادي الأهلي، زي الفريق اللي اتنشأ عشان يكيد النادي الأهلي بالظبط. يعني صورتين اتنين او وجهين اتنين لعملة واحدة. دي محتوى قناة من ساعة ما تخش لحد ما تقفل الأهلي 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 الأهلي، وجايبين شوية لا أنزل يعني منزل يعني معرفش لا أنزل الله بيهم من سلطان. كلهم اللي كان لهم خلافات مع رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك كلهم شتموه، وكلهم اتعينوا في القناة. خير رمضان هاجم وبيسأل أسئلة وعايز راجل إعلامي محترم يرد عليه، وهو منتظر رد الأعلى للإعلام أو وزارة الشباب والرياضة عما يحدث. نسمع الأستاذ خيري رمضان قال إيه ورجعوا لي. نبتدي منين؟ أكبر حدث شاغل حديث القاهرة وشاغل الناس وهو حديث السوشيال ميديا والمقاهي والشوارع والبيوت هي مباراة السوبر التي أقيمت بالأمس وفاز بها الأهلي بعد تقدمه على فريق بيراميدز 1-0 في الوقت الإضافي. الغريبة أن الزمالك حاضر بشدة رغم أنه لم يكن في هذه المباراة. خلونا نقف قدام شوية حاجات في هذه المباراة الكبيرة. خلونا نبتدي بالإيجابي. الإيجابي شكرا أبو ظبي، شكرا دولة الإمارات الشقيقة، شكرا المجلس الكورة والرياضة في أبو ظبي على هذا التنظيم الرائع، هذه الحفاوة الطيبة جدا. شكل الملعب 20 كاميرا شيء مشرف، دخول الناس وخروجها، عدم حدوث مشكلة واحدة، ده كله رائع. فكرة الاهتمام بمصر ونجوم مصر وفرق مصر ده شيء رائع جدا. 2 المباراة كانت قوية جدا. فرقة بيراميدز فرقة تقيلة، لم يكن الفوز سهلا على النادي الأهلي. بيراميدز شكرا له لأنه حافظ على سمعة الكرة المصرية وحرص على المشاركة في المباراة رغم الوقت الضيق ومجيئه من جنوب إفريقيا بعد ما خرج في مباراة أنا صدمت أنه خرج فيها في الكونفدرالية، ووصل القاهرة الثلاث وسافر الأربع للعب المباراة. فهذا جهد كبير جدا. شكرا لنادي بيراميدز وإدارة بيراميدز إنها شاركت في هذه البطولة، قدمت نموذج مشرف للكرة المصرية. طيب إيه السلبيات؟ الأهلي لعب كويس، بيراميدز لعب كويس، فاز الفريق الذي يستحق. بيراميدز ينقصه أشياء لا أعرفها، يعني ربما العامل الرئيسي هو الجمهور، لأن بيراميدز فرقة قوية جدا، فرقة بجد، وعندهم لعيبة حلوة قوي. طيب باتشيكو طلع في المؤتمر الصحفي وغازل الجمهور وقال لك أنا فهمت ليه رئيس نادي الزمالك انسحب من المباراة. مدرب ليفربول أعتقد خلاص مباراته بتشطب يعني في الدقائق الأخيرة.
اعترض على الحكام بس كده يعني، هيص بيطالبوا بشطبه، بيشوفوا ان ده ليه تأثير على الحكام. وهنا مسؤولية المدرب وحرصه على عدم إثارة الفتن. هو أنا بسأل، حد فيكم شاف ضربة جزاء لبيراميدز ما اتحسبتش؟ هل في جون لبيراميدز مشكوك فيه؟ هل الحكم من الناحية التانية؟ لا، ده كل حكام مصر طلعوا امبارح وقالوا ان كان في ضربة جزاء تانية للأهلي، وقالوا ان ضربة الجزاء صحيحة. إذا فكرة التلويح، يا عم انت مغلوب 3 مرات ورا بعض، لازم تراجع نفسك، انت اللي عندك اخطاء في التعامل مع المباريات المهمه. مش ممكن علشان تخلع عباءه الهزيمه تقوم تلقي الكره في ملعب التشكيك، ملوش معنى. المدرب الكبير يعترف بانه خسر المباراه في الملعب. ايضا وهنا اسال المجلس الاعلى للاعلام زملائي الاعزاء، هو اللي بيحصل من عمليه تهييج في وسائل الاعلام، هو على فكره لا اهلي ولا زمالك، انا مش بتكلم هنا اهلي وزمالك خالص، انا بتكلم على الجمهور اللي عايزين يرجع المدرجات، المنتخب المعني بذلك. احنا شفنا علاقات اللاعبين كلهم رائعه، شفنا ساعه محمود متولي وقع كان لاعيبه بيراميدز ملفوفين حواليه والحزن والخوف على وجوههم بمنتهى الاحترام، شفنا الفريق الطبي بتاع بيراميدز بيشارك في الانقاذ وبيجري علشان ده لاعب، لا اهلي ولا بيراميدز ولا زمالك، ده ابننا، ده شاب، فكله خاف عليه. عندنا حاجات حلوه كتير نقدر نبني عليها للكره المصريه. طب الزمالك انسحب من المباراه، هو حر، احنا كجمهور وكمشاهدين ده قرار مجلس الاداره ويتحمل مسؤوليته، صح او خطا. انت قطعت، فكره ان تفرغ نفس القناه طول الوقت للهجوم على فريق اخر، ليه؟ ايه علاقته بكره القدم؟ ملوش اي علاقه خالص. ما تخليك في حالك يا عم، بص على شغلك، شوف انت دافع عن قرارك، لكن مالكش دعوه بالانديه الاخرى، عشان ما نلاقيش الاهلي كمان قناته تطلع تهاجم ونعمل فتن. يا جماعه البلد مش ناقصه فتن، الكره لعبه للتسليه وصناعه مهمه يجب ان نحافظ عليها. طيب المشهد الثاني المؤلم بالنسبه لي في الكره اللي وقع فيها محمد عبد المنعم، ويقرر محمد الشناوي يرمي الكره في الاوت، ولحقها الشيوي لاعب بيراميدز وخدها وعمل ازمه. الشيوي اسمه الشيبي، اوكي انا اسف، الشيبي. هذا التصرف في الكره اسمه تصرف لا يتمتع بالروح الرياضيه. هل ليه عقوبه في القانون؟ لا، هو توافق اللعيبه لما بتطلع الكره بره، لو الكره مع بيراميدز هيطلعها بره، لكن هذا اللاعب لم يتحلى بالروح الرياضيه وجرى على الكوره. هذا التصرف يخلينا نعمل ايه؟ نتضايق منه، ما نحترموش، نقول ما عندوش روح رياضيه، لكن لا نعتدي عليه ولا نهاجمه. وهنا اللوم الى كابتن النادي الاهلي محمد الشناوي، اللي بقول له انت غلطان، وان دورك انك تلم لاعيبتك وتبعدهم عن الاحتكاك باللاعب ايا كان، لان هذه اذا كان هو ما عندوش روح رياضيه احنا لازم يبقى عندنا روح رياضيه. هو ما ارتكبش خطا في القانون، ارتكب خطا في روح القانون، واذا ارتكب خطا في القانون يحاسبه الحكم. هل لو الكره جت جون الحكم هيديله انذار؟ لا، هيتحسب جون. اذا هو استغل ثغره وقرر انه يكمل لعبه، وقرر انه ما يكونش عنده روح رياضيه. ده تسيبه للجمهور يمزمزه، ما يحترموش. لكن انت ما ينفعش يا شناوي تروح تهجم عليه بالطريقه دي، ولا علي معلول، ولا تحاولوا للشباك معاه. هذا تصرف خطأ ولم نكن نراه في النادي الاهلي. هذا تصرف لا يليق. والشناوي اللي عامل مباراه عظيمه فقد اعصابه، ودي المره الثانيه، وقبل كده اتطرد وموقوف 3 مباريات في الدوري. فلا يجوز على كابتن الفريق اللي يجب ان يؤدي الفريق ده، انت فايز واخر 3-4 دقايق، ليه تبوظ الماتش؟ ليه تعمل كده؟ هذا تصرف خطأ لا يليق. عدا ذلك البطولة انتهت،
والبطولات لن تتوقف والايام قادمه. فهل من صفحه بيضاء بعد ان ياخذ القانون، فين القانون؟ قانون، عندنا حكم محكمه وعندنا قرار وزير شباب ورياضه، ياخذ مجراه. ساعه ما ياخذ مجراه تعالوا نقعد على الترابيزه وتعالوا نبتدي صفحه جديده ونقول فليحيى الزمالك وليحيى الاهلي وليحيى الاسماعيلي وليحيى المصري ولتحيا اسوان ولتحيا كل الفرق المصريه كي نستمتع بالكره، كره القدم التي تجمع الملايين. سيبوا لنا فرحه في حياتنا نقدر نستمتع بيها ونغيظ بعض عشان ده جزء من اللعبه. بس احنا اصحاب واغلس عليك وتغلس عليا، بس لا انا كارهك ولا بيني وبينك حاجه. ولاعيبه الزمالك دول لما بيلعبوا في المنتخب انا بشجعهم، ولاعيبه الاهلي انا بشجعهم لانهم كلهم، والبطولات دي معموله علشان منتخب مصر الذي يحمل اسم بلدنا. حضرتك يا ريت حضرتك لو ليك اي كومنت حضرتك سيبهولي في التعليقات وانا هرد عليه. وحضرتك فضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لكل مشترك معانا، وما تنساش حضرتك تشترك بالقناه البديله واللينك بتاعها في صندوق الوصف. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.